وصفتنا النهاردة طبق بومبار. تعالوا نشوف هنحضره ازاي. في حلة على النار هحط مادة الدهنية بتاعتي، سواء زيت او زيت وسمنة. انا بسبك بزيت نباتي، دي حاجة ترجعلك انتي وزي ما بتحبي. هنزل ببصلتين متقطعين. هنا اللي يقولك احرقي البصلة عشان تطلع حلوة في المحشي، اوعي تعملي كده. البصلة لما بتتحرق بتدي طعم مرارة، بلاش تحمريها قوي، تدبليها بس بسيط عشان تدي تسكيرة في المحشي بتاعك. انزل بشفشق طماطم معصورة، اقلب تقليبة كده حلوة، وبعدين هنزل بمعلقتين صلصة طماطم جاهزة، ده لون وطعم حلو للصلصة بتاعتنا. وهنزل هنا بالتوابل اللي هي عبارة عن كمون وكزبرة وفلفل اسمر وملح. ضيف عودين نعناع فريش، او لو عندك بودر حطي. هقلب تقليبتين كده، وبعد كده هسيبها تتسبك خالص ونجهز الحشوة بتاعتنا. معايا هنا الخلطة جاهزت، ومعايا بومبار مغسول ومنقوع كذا مرة بملح وليمون. انا هنا الدهنة ديت في ناس بتحشيه بتخليه لجوه، وبتخلي الدهنة لجوه مع الحشوة. انا لا، مش بحب كده، انا بحب الدهنة من بره عشان تنزل في الشوربة وما تبقاش جوه الحشوة. همسك بالطريقة ديت البومبار معانا بصباعين كده اهوت، افتحه وادخل بالصباعين التانيين الحشوة، ازق الحشوة لجوه بالمنظر ده. يبقى سهلة معاكي. اتنين صباعين يمسكوا يفتحوا البومبار، وصباعين التانيين بيزقوا الحشوة لجوه. هتحشيه في ثواني، مش هياخد معاكي وقت. مش بستخدم قمع، انا على طول بحشيه كده بايدي، يبقى سهل على طول. هكمل معايا لغايه ما اوريكم نكمل لغايه فين الحشوه. اقعد ابطط فيها كده وازق الحشوه لتحت. بكبست الصباع البمبار قوي، وابدا افرد الرول الخلطه بتاعتنا في الصباع، بحيث ما تبقاش مكبوس ولا في حته عاليه عن حته، كله بسوا واحد كده. لان الرز بيزيد معانا وما هيفرقعش معاكي، وبتفضي الاطراف برضك ان هو هيلم ويبرم، وهيصغر عن كده، يعني بيلم. هكمل معايا الحشوه بنفس الطريقه. هفتح بالصباعين واحشي بالصباعين التانيين، ازق الحشوه بنفس الطريقة دي اهو بالمنظر ده. في ثواني هتكوني مخلصة الكمية بتاعتك، تاخد معاكي وقت. افتح بصباعين وازق بالصباعين التانيين، وعايزاه تبططي الحشوة كده وتفضي الاطراف وما تكبسوش بس كده. اكمل معاكم الكمية. صباعين بيفتحوا البمبار، والصباعين التانيين بيزقوا الحشوة لجوه. في الوقت دوت انا بغلي مية على النار، هحط فيها جزر وورق لورا وملح وفلفل وحبهان وبصلايه وفصين توم. فصين التوم هنا برضه تجربوهم مع البومبار، هيدي طعم حلو للشوربه وريحه. هنزل بالبومبار الكميه بتاعتك زي ما تحبي. انزل كده واحده واحده، مش هنزلهم بيهم مره واحده المنظر ده. بس كده بقى انا هسيبهم يتسلقوا لغايه ما نشوف معانا، هنعرف ازاي ان هو استوى. اعرف بقى ان هو استوى ازاي، احنا مش بنبص للجلده بتاعه البومبار، احنا بنبص للخلطه اللي جوه. احنا عايزين رز مفلفل، فبمسك البومباره كده وابدا ابص للرز بتاعها اللي جوه، اطلع حاجه بسيطه بالمنظر ده، واشوف ان كانت الرز استوت معايا او نص سوا.
يكون لسه يعني في عضة كده بسيطة، لان لسه لما نطلعه وننشله من الشوربة بتاعته هيقعد فوق بعضه. السخونية دي برضك بتزيد من السوا بتاعه، ونرجع تاني نحمره فبرضك بيستوي معانا. فخلي بالك من النقطة دي. انا هنا خلاص هو كده يعتبر معايا استوى، هطلعه. انا هنا هبدأ انشله من الشوربة بتاعته واسيبه يهدى شوية وابدأ احمره. اسيبه يهدى خالص، وبعدين نحضر طاسة على النار فيها رشة ملح بسيطة، وابدأ انزل بيه احمره بالمنظر ده. انزل بالكمية بتاعتنا على قد الطاسة ما تاخد. منزلش بالبخار كله مرة واحدة عشان الزيت ما يهداش معايا، فبنزل واحدة واحدة. هنا بقى ابدأ اقلبه لما ياخد التحميرة من الجنب بالمنظر ده. خلي ايدك فيه كده وحمريه من جميع الجهات. احمر لغاية ما الكمية تخلص معايا، وكده بالبمبار معايا خلص بالشكل ده. شكله تحفة والطعم جميل، برشة خضرة كده هتكسري اللون وهيبقى طبق يفتح النفس. يا رب الوصفة تكون عجبتكم، بألف هنا وشفا على قلوبكم.